بسم الله الرحمن الرحيم. انزل اعمل لايك ومشاركة الفيديو ده في كل مكان عشان هتستمتع بالحلقة النارية ما قبل مباراة صن داونز. الهلال يبدع ويمتع الجميع برباعية في عودة للجان كلود بهدفين ثنائية. ايه عند الكلام ده؟ والله الهلال يقسو على رين سبورتس برباعية بدأها الحاج مديكي هوبا ثم روفا ثم ثنائية الجان الفنان الجان كلود. متعة 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 بجد بجد بجد. النهاردة أنا عايز أدي التحية روفا معلم، روفا معلم. هو ده روفا اللي أنا أعرفه. ده روفا صاحبي وحبيبي وأخويا، ده أخويا. روفا ده قلبي. روفا النهارده ممتع معلم. ايوه كده يا روفا، رجعنا بذكريات زمان، رباعيات زمان. عارفين الرباعيه دي بتفكركم بايه؟ بتفكرنا بايه يا عندليب؟ مش عايز اقول بقى، انتوا عارفين بتفكركم بايه بقى كويس قوي. بدأ الهلال، اقول لك على التشكيله اللي بدأ بقى الهلال النهارده. بدأ الهلال بفريد ودراجو في حراسه المرمى، قدامه اثنين قلبي دفاع كرشوم وإيرنج، باك يمين اوبيلا، باك شمال لزولو، ثلاثه ارتكاز صلاح عادل ومديكي، وجنبهم ابريسيس بيتروس، جناح ايمن كوليبالي، وجناح ايسر ويميل الى صناعه اللعب كان روفا، ومهاجم صريح كان صندي. التغييرات اللي حصلت كان بس ما كانش في حد كتير يعني اتغير، يعني ما اثروش كتير قوي. كان الغربال نزل وعمل تأثير كويس جدا، احمد سالم بيحاول، ولكن التغيير الاميز والامتع والاكبر كانوا تغييرين اتنين بصراحة. كان جان كلود اللي هياخد 10 من 10 بكل تأكيد، وكان كمان عثمان ديوف الراجل الذكر القوي الرجولة. عثمان ديوف اللي بديله كل التحية والتقدير، والله برافو عثمان ديوف. استحمل كتير قوي 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 بجد بجد بجد. لازم ان انا اتكلم عنه في حلقة خاصة لوحده بصراحة يعني. ان شاء الله باذن الله هنتكلم دلوقتي عن تقييمات اللعيبه، وهنتكلم عن جدول الترتيب وتحليل المباراه وكل حاجه. نبدا بتحليل المباراه. نبدا عند علي. بدات المباراه يعني مشحونه، فريق رين سبورت بيحاول يثبت نفسه. هوبا طخ طخ طخ، عرضيه من ركنيه يعني من روفا، يحاول يعرضها، توصل الكره عند ابريسوس بيتروس، يرجعها تاني، يا سلام، يطلع محمد احمد ايرنج براسه وهوبا يكملها الحاج مديك. ناس كتير بتقول لك اوف سايد يا عندليب، ولكن بص يا حبيب قلبي العندليب، بص كده، بص على رجل اللاعب الاخير ده. هل دي فيها اوف سايد؟ والله لا، والله ما فيها اوف سايد. طب نكمل كده. هل الحاج مديكي كان سابق محمد احمد ايرنج في اللعبه الثانيه؟ هل كان الحاج مديكي سابق محمد احمد ايرنج لما لعبها براسه؟ برضه لا، الحاج مديكي كان ورا. يعني لا اوف سايد في الاولى ولا اوف سايد في الثانيه. يبقى اوف سايد ازاي؟ ما فيهاش اوف سايد والله. انتوا عارفين الراجل حقاني، لو فيها اوف سايد هطلع اقول لك اوف سايد بكل صراحه ومصداقيه، ولكن ما فيش اوف سايد تماما تماما تماما، وهدف صحيح مليار في الميه. بعدها على طول يا سلام بقى، وجمال لعب بقى. ممتع 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 ممتع. الهلال والله كان مقدم مباراه ممتعه. يحاول بقى يستحوذ على الكوره من صلاح عادل لمديكي لابريسوس بيتروس، ويحاول يستحوذوا على الكوره. ولكن بقى يجي لك بقى مين؟ العو ينزل الجان كلود في الشوط الثاني. الشوط الاول كان كله استحواذ، والهلال بيحاول يهدي الريتم خالص، وكان شوط بصراحه ما كان شوط ممتع، كان شوط يعني يميل ان هو يكون ممل شويه. ولكن في الشوط الثاني قمه الابداع والروعه بقى. ينزل تغيير انحاء الملعب كله. ينزل جان كلود والغربالي يفتحوا الملعب، يقوم جاي على طول هوبا الكره توصل لعبد الرؤوف يعقوب روفا، يديها لجان كلود، يروح باسيست عالمي والهدف الثاني للهلال. ثم كوليبالي كمان من جديد ما يسكتش، يقول لك لا يا عندليب انا موجود يا عندليب. ايه يا كوليبالي عايز ايه؟ انا موجود يا عندليب. ماشي يا عم كوليبالي، هتعمل ايه؟ واحد على واحد زي لامين يامال، وبوم يسحب بالمدافع ويبقى لمسه لرفا وطخ. يا سلام يا سلام، يا ساتر يا ساتر. الهلال 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 في الصداره يا رب، والحمد لله. وهدف مستحق الروفا اللي جاب هدف واسيست، ما شاء الله مقدم مباراه متميزه جدا، وهياخد النهارده 10 على 10. وبعدين بقى في نهايه اللقاء في الدقيقه 95، وطبعا بقى الهلال حاول يستحوذ على الكوره، يحاول ينقل الكوره، يهدي الريتم شويه. كان في تدخلات عنيفه، عشان كده لو تلاحظوا كوليبالي خرج ونزل مكانه احمد سالم، اللي بينزل بقى وبيحاول يحاول على الكوره اكتر واكتر. ولكن بيعمل اسيست في اخر دقيقه يلعبها لجان كلود. جان كلود ارتو بوم في البعيده، ويسجل رباعيه، ويأكد ان شاء الله باذن الله عودته لمباراه صن داونز باذن الله. والكاف يصدر القرار بسرعه عشان الجمهور كلها مشحونه. العندليب قالها لكم بدري، ولكن احنا مستنيين برضو ان هو يتم الاعلان على الصفحه عشان اللاعب يسافر. يعني العندليب في الاول وفي الاخر جاب لك خبر
من مصدر ثقه، ولكن خبر العندليب مش هيخلي الجان كلود يسافر، لا، خبر العندليب ما هو الا حاجه من تحت بير السلم كده عشان الهلال يطمن، جماهير الهلال يطمنوا، وكل هلال بيطمن. حلو حلو، ولكن لازم الصفحه الرسميه هي اللي تعلن ده في الاول وفي الاخر. فانا ان شاء الله الصفحه الرسميه هتاكد كلام العندليب ان شاء الله قريبا جدا. ده كان تحليل المباراة، مباراة ممتعة. ريجي كامب النهارده كان بادئ بخطة 4-4-2، وبعدين برضه حاول يهدي رتم شوية، يميل شوية ان هو يخلي صلاح عادل يميل لجوه ويضم، ولكن ما عملتش اي تفاعل خالص. بعدين قام جاي مرجع كمان ان روفا يضم الملعب، ولكن بقى في الشوط الثاني بعد ما خلاص روفا بقى صانع لعب ورجعنا لعبنا 4-2-1-3، وروفا يبقى صانع لعب لوحده، خلصت خلاص. جان كلود جناح، روفا صانع لعب، كل سنة وانتم طيبين. الهلال فاق، الهلال فاق وداس على الكل وجابها 3 اهداف في الشوط الثاني. ودي الفكره، ريجي كامب متنوع، ريجي كامب مفيد، ريجي كامب بيحاول ينوع وينزل ويعمل خطه واثنين وثلاثه. طب يا عندليب لما نقول فلوم ما شاركش ليه يا عندليب؟ هو تقريبا يعني زي ما قلت لكم قبل كده ان ريجي كامب مش هيعتمد على منوف فلوم في دوري ابطال افريقيا خالص، برغم ان اللاعب مسجل في كشوفات الهلال في دوري ابطال افريقيا بشكل رسمي، ولكن زي ما قلت لك مش هيعتمد عليه. هو شايف لسه صغير وبتاع والكلام ده، ممكن يديله بقى في ماتش 5 دقايق 10 دقايق بالكتير قوي في افريقيا يعني. فعشان كده ما شاركوش النهارده، لان خلاص يوم الجمعه هتكون مباراه صن داونز. تعال نخش على التقييمات ولا جدول الترتيب الاول. جدول الترتيب الاول، بص يا سيدي عشان تستمتع بالصداره، الصداره بجداره. الهلال في المركز الاول لعب 15 مباراه 35 نقطه، يجي من بعده بروسيا الرواندي 34 ولعب 17. احنا لسه فاضلنا ماتشين، ماتش المريخ وماتش الجيش الرواندي. الجيش الرواندي والمريخ هيلعبوا بعض بكره، هيوقعوا بعض ان شاء الله، يتعادلوا ولا حاجه عشان نبعد عنهم خالص، والهلال يكسب اخر مباراتين ونتصدر بفرق كبير جدا ان شاء الله باذن الله. ده كان جدول الترتيب. تعال ما اقول لك على تقييمات العندليب للاعبين دول كلهم، واهم تقييمات انا هبدا بالبدلاء الاول عشان ما انساهمش. ان شاء الله هدي جان كلود 10/10، واللاعب عثمان ديوف 10/10 لانه راجل واستحمل انتقادات كتيره جدا 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 جدا، فلازم ياخد 10/10. وبالنسبه للتشكيله الاساسيه بقى، فريد ودراجو او سفيان فريد 10/10، كلين شيت عالمي وانقذ كوره ما فيش حد يقدر ينقذها. وان شاء الله اعمل لكم فيديو عنها مخصوص على الفيسبوك، فيديو كده انقاذ فريد ودراجو او سفيان فريد، انقاذ عالمي. عندك كمان هيكون عندك الايرنج، تدخلاته قويه وما شاء الله مدافع زي ما الكتاب بيقول. كرشوم النهارده 10/10، كرشوم النهارده 10/10 ونجمه وبوسه وتعظيم سلام وكل حاجه، مدافع زي ما الكتاب بيقول النهارده. باك يمين اوبويلا مش محتاج اتكلم على اوبويلا، 10/10. لوزولو النهارده ما كانش مركز قوي، وحاسس ان هو بيحب يلعب مع جان كلود اكتر من بيحب يلعب مع اي حد تاني. يعني لزولو جان كلود يمتعوك، لزولو اي حد تاني بحس مستواه بيكون قليل شويه بصراحه. عندك كمان في المنتصف الحاج مديكي كان النهارده معلم، ولكن جه في الاخر كده بساط كتير غلط. هدي لزولو 6، بويلا 8، مديكي 6، ولا مديكي 6 ورنست لزولو 5. وكمان هدي لصلاح عادل 5، ما ظهرش كتير، كان حاول يضغط وبتاع، وكان ممكن يلبس انذار كمان، بيحب الانذارات والكرات الاحمر موت، بيحب الانذارات والكروت الحمراء موت صلاح عادل ده. وكوليبالي لا يعلى عليه، معلم كبير، 1-على-1، يهدى على الكوره، يجري، سبرنتات، مهاره، يعدي، كل حاجه 10/10 ما شاء الله عليه. وروفا 10/10. صندي لازم بس ينشف شويه، صندي كويس جدا والله، وبيميل لتحت كده ان هو صانع لعب بيبقى حلو قوي فيها، وبيتقدم للهجوم مره واحده بيبقى كويس، ولكن محتاج ينشف، يضغط بقوه، يعرف ان احنا بنلعب في افريقيا بتحب العنف، قوه قوه قوه. هدي لصندي النهارده ان شاء الله، هديله برضه يعني 7/10 عشان برضه يتحسن ان شاء الله. وطبعا زي ما قلت لك جان كلوب بالنسبه لي افضل لاعب في اللقاء، ومعه روفا، ثم ياتي من بعدهم عثمان ديوف وكرشوم. يا رب يكون تقييمات العندليب عجبتكم، يا رب يكون العندليب ذات نفسه عجبكم وتحليله عجبكم ويكون استمتعتم معاه. العندليب بيحبكم جدا 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 والله العظيم بجد. اعمل لايك ومشاركه الفيديو في كل مكان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا هلالاب.